صينيه فراخ بالخضار بتتبيله لذيذه جدا، لازم تجربوها. للتتبيله هحتاج 6 فصوص توم، قرون شطه لو حابينها سبايسي، شويه ملح عشان تسيح الفرن. هجيب ليمونه قضاليه واحده كبيره حلوه كده، اخد البشره بتاعها كله والعصير. عود روزماري يفضل ان هو يكون اخضر، بفرمه الاول بالسكينه قبل ما احطه في التتبيله. زعتر اخضر او فريش. هظبط الملح واحط شويه توابل هكتبها تحت، واهم حاجه معلقه كبيره من العسل و3 معالق من زيت الزيتون. هقلب كل ده في بعض كويس، واخد نص التتبيله احطها في الطبق اللي هتبل فيه الفراخ، وازود لها بس نص معلقه كركم عشان اللون. استخدموا قطع الفراخ اللي تحبوها، انا بحب الفخاد بتتبل بسرعه ومش بتاخد وقت في التسويه. ممكن تسيبوها ساعتين في التتبيله، انا بسيبها مجرد بس بجهز الخضار. وبما انه موسم بطاطا بتبقى رهيبه في الصواني دي، بس حاولوا تنقوا اللي هي اورنج اكتر. واحلى حاجه في الصينيه دي الذره، بتبقى تحفه مع الفراخ. اضغطوا بالسكينه لحد ما تمسك في العود الناشف، وادوها تانية كده هتلاقوها بتقطع معاكم بسهوله. استخدموا كل الخضار اللي بتحبوه في الصينيه دي، اهم حاجه قطعوه كبير علشان ما يتهريش على ما الفراخ تكون استوت. ده فول حراتي لو ما تعرفوش بيكون مسكر جدا في الاكل. بجهز الخضار كله في الصينيه وانزل عليهم بباقي التتبيله واقلبهم في بعض كويس. برجع الفراخ على وش الخضار، بغطيها بالفويل وادخلها الفرن على اعلى درجه حراره، تحتاج من 30 ل 40 دقيقه. بشيل الفويل وادخلها الفرن ربع ساعه كمان تتحمر. الخضار اللي تحت الفراخ بيبقى شارب من التتبيله ومن طعم الفراخ بيكون رهيب. واهم حاجه ما ترموش الصوص اللي هينزل من الفراخ، استخدموه ديبنج للسويت كورن. بحب قوي اكلها جنب رز بالكاري والتوميه وبس كده.